شيكات ب$2000 من الرئيس ترامب جاية قريبا. امتى بقى؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الحقيقة الرئيس دونالد ترامب اتكلم عن الشيكات مرة جديدة. الشيكات المرة دي بيقول ان هي ب$2000. ال$2000 دول هيكونوا لكل شخص مش لكل أسرة. الناس متوسطة الدخل هتحصل عليها. طيب امتى؟ هو بيقول يعني قبل الانتخابات بتاعت 2026، يعني تقريبا في نص السنة اللي جاية كده تقريبا او بعدها بشوية. رئيس مصلحة الضرائب في أمريكا ال IRS بيقول إن الشيكات ديت هي لسه فكرة، حتى ما تمش المناقشة بتاعتها، وممكن تنزل في أشكال كتيرة، أشكال مختلفة. مش لازم تبقى شيكات جاية شخصيا لكل واحد، يعني ممكن تبقى تخفيضات ضريبية أو حاجات زي كده تانية. ولكن بشكل عام هو بيقول ان هي هتبقى للناس متوسطة الدخل، يعني الناس اللي دخلها فوق $100,000 المفروض ان هي ما تحصلش عليها. الرئيس دونالد ترامب حتى اتكلم على القصة ديت في تراث سوشيال، وبيقول ان هي هتروح لكل شخص $2000 للناس المتوسطة الدخل. هنشوف الشيكات ديت فعلا ولا لا، ولا هو كلام زي الحاجات اللي قبل كده، وهل هي محاولة لكسب رضاء الناخبين عشان الانتخابات النصفية اللي هتحصل السنة الجاية لمجلس النواب، ال 435 عضو فيها وال 35 عضو من مجلس الشيوخ، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ تابعونا وشاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.